3 أعمال في آخر أيام من شهر شعبان الخير، يعني هذه الأيام إن شاء الله. هذه الأيام من باب التهيئة والاستعداد إلى شهر رمضان المبارك، وهي أعمال ثوابها عند الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وتعدل عند الله عز وجل صيام شهرين متتابعين. فأول هذه الأعمال هو الإكثار من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على محمد وآل محمد قدر المستطاع. والأفضل أن تقول في هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان أستغفر الله وأسأله التوبة. إيش قد؟ 70 مرة. أن تقول 70 مرة أستغفر الله وأسأله التوبة في آخر أيام من شهر شعبان. هذا العمل الأول. والعمل الثاني والمهم جدا صيام آخر 3 أيام من شهر شعبان. لذلك يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من صام 3 أيام من شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صيام شهرين متتابعين، يعني تحصل على أجر من صام شهرين متتابعين. وفي رواية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: من صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من شهري غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صام 3 أيام من شهري قيل له استأنف العمل. أما إذا كنت مطلوب شهر رمضان فلا يجوز صيامه استحبابا، إنما تصومه قضاء، وإن شاء الله تحصل على أجر من صام شهر شعبان. والعمل الثالث والأخير الإكثار من هذا الدعاء، وهو دعاء بسيط جدا مروي عن إمامنا الرضا عليه السلام يقول: اكثروا من أن تقول فيما بقي من شهر شعبان: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. فهذه أهم الأعمال في آخر أيام من شهر شعبان، فلا تقصروا منها. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وأرجو من جميع الأحبة الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.